السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. ازاي بتسلم الخدمه بتاعتك للعميل؟ بعد العميل ما بيطلب الخدمه بتاعتك على منصه خمسات لازم تاخد بالك ان في نوعين من صفحات الرسائل على منصه خمسات. الرسائل العاديه اللي هي ليها ايقونه خاصه في اعلى الصفحه فوق، وصفحه رسائل تانية خاصه بالطلب اللي العميل اشتراه منك، وبتقدر تدخل للصفحه دي لما العميل بيشتري الخدمه منك. فصفحه طلب الخدمه دي بيكون فيها الرسائل الخاصه بالصفحه دي، وهي اللي تقدر تبعت فيها الشغل بتاعك. وده معناه طبعا ان انت ما ينفعش تبعت الشغل بتاعك في صفحه الرسائل العاديه، ان صفحه رسائل صفحه الطلب نفسه بيكون في اسفل الصفحه من تحت زرار او ايقونه اسمها ارسل طلب الاستلام. المفروض ان انت بتدوس على الزرار ده لما بتبعت الشغل بتاعك للعميل وبتبعت الملفات للعميل عن طريق الرسائل اللي في الصفحه دي، وتتفق خلاص. او العميل لما بيوافق على الشغل بتبدأ تدوس على الزرار اللي هو مكتوب عليه ارسل طلب الاستلام، علشان بعدها على طول العميل بيجيله اشعار من منصة خمسات ان هو يستلم الطلب اللي انت بعته له. اول ما العميل بيجيله اشعار استلام الخدمة بيكون عنده في صفحة الطلب بتاعته زرار موجود في اسفل الصفحة اللي هو قبول استلام الخدمة. فاول ما العميل بيدوس على قبول استلام الخدمة على طول بتكون الخدمة انتهت بينك وبينه، وبيجيله صفحة تانية ان هو يعمل تقييم للخدمة بتاعته. وطبعا العميل ممكن يعمل تقييم او يطنش، ده دورك ان انت توجهه او تطلب منه ان هو يقيم الشغل اللي تم بينك وبينه. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصة خمسات وازاي بنشتغل وبنكسب من منصة خمسات، فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان يوتيوب يفهم ان انت مهتم بنوع المحتوى ده، فبالتالي يبدأ يجيب لك المحتوى اللي احنا هننزله بعد كده. في نهاية الفيديو احب اقول لك بالتوفيق ليك، سلام.